مساء الورد من بودابست، الاجواء تحفه جدا. سلسله حبتور بالاس احنا اكيد كلنا عارفينها يعني، وطبعا العربيه الجميله ديت. كلب يا جدعان شبه البورس. بسم الله. I am ready. خلي بالك حماك متوصي بيك جدا يا عمر صراحه يعني. انا عارف يا عمر شكلها ضيق عليك. واي حد يا جدعان يجي هنا عند عمر قول له تعالى اكلني اكل اوزبكستاني، هياكله احلى اكل اوزبكستاني. مساء الورد من بودابست، الاجواء تحفه جدا. بيعجبني في بودابست النظام، الناس بيتعاملوا بنظام جدا ومرتبين جدا. انا هنا موجود عند بودابست اي، الحي الخامس، سيتي سنتر يعتبر. تعالوا نشوف النهارده حاجه جديده نعملها، غير ان انا معزوم عند قرايب عمر. خلينا نشوف الثقافه الباكستانيه، وبجد انا مبسوط جدا. بالراحه يا عم، بالراحه يا عم، انت هتطير. بحب بودابست جدا يا جدعان، بحبها عشان الناس هنا مسالمين جدا، محدش يقدر يعمل لك اي حاجه، او من الاخر كده بتحس انك انت مسيطر على الوضع على قد ما تقدر يعني، او مسيطر على الاجواء. مفيش مثلا ناس بلطجيه، او مفيش ناس مثلا ممكن تتهجم عليك او حراميه. ما شفتش امان زي بودابست هنا في البلاد اوروبا يعني. لا طبعا، وزلامسي وكابرون او فيينا عموما، اوستريا جميله جدا. هنا برضو في بودابست في نظام، الناس هنا بتتعامل بنظام جامد جدا. طول ما انت ماشي الكافيهات والمطاعم والاسواق والحاجات دي في نظام، في جارد دايما، في ترتيب في الشوارع، كل حاجه منظمه جدا. فندق انتر كونتيننتال هنا في بودابست عجبني جدا ان السفاره المصريه دخلت وعملت صلاه عيد في العيد الاضحى اللي فات، وعملت عزومه لكل الناس اللي موجوده في السفاره، واي حد عربي يقدر كان يجي ويصلي صلاه العيد. بحب قوي بودابست اي، جميله. بيعجبني برضو في بودابست انك انت طول الوقت قاعد في امان، مفيش حد ليه علاقه بيك نهائي، وكل واحد قاعد بيعمل اللي هو عايزه بدون ما اصلا حد يقول له انت بتعمل ايه ولا تلت التلاته كام. الناس قاعده زي ما انت شايف، ناس رايقين جدا، كل واحد فرش الفرشه بتاعته وقاعد بيروق على حاله، مفيش حد ليه علاقه بحد، كل واحد مع نفسه. محدش اصلا بيقول لك اي كلام، ولا بيقول لك كلام سلبي، ولا بيقول لك كلام ايجابي. ناس مروقه على الاخر. بودابست مش كبيره قوي كعاصمه عموما، بس في ارياف كتير جدا حواليها، هنروح وهنشوفها ونستكشف الارياف اللي موجوده. في شرطه هنا اهي بتفتش في واحد، يعني شايف الامان. يعني انت ماشي في الشارع دلوقتي في امان، واحد ماشي مثلا بيتفتش، واحد ماشي بيشوفه هو معاه ايه اللي معاه. بجد دي حاجه انا ما بشوفهاش كتير، انك انت تكون ماشي في حديقه وتلاقي شرطه موقفه شباب مثلا قالعين تيشيرتات بيفتشوهم. دي طبعا امان جدا، وبتديك ثقه في البلد انك انت موجود في بلد فيها امان وفيها شرطه. دي حاجه حلوه قوي. هنا حديقه اطفال، الاطفال هنا بيهتموا بيها جدا، مع ان يا جماعه الاطفال اصلا قليلين في بودابست. بيشجعوا هنا الانجاب، بيدوا 10 ملايين فورنت لاول طفل، وبتقدر تاخد كارد بدون فوائد. تاني طفل بيتشلك الكارد اللي انت خدته الاولاني، لان هو مفيش هنا انجاب. عايزين يخلوا الناس تتكاثر، مفيش هنا، الاطفال قليله جدا. هنا بقى تيجي ايه؟ يجي دور دبي اللي موجود في كل حته. دبي 31 هنا في قلب بودابست، عند الحديقه بتاعت بودابست اي. تيجي تلاقي علم مصر، وتيجي تلاقي علم تونس والجزائر والبحرين والسعوديه والكويت والامارات، وطبعا العربيه الجميله ديت والنمر بتاعتها بنتلي، النمر بتاعتها دبي حبتور بالاس. طبعا فندق حبتور بالاس ده يا جماعه هو المفروض اصلا كان ريتس كارلتون بودابست. طبعا حبتور بالاس سالته، طبعا سلسله حبتور بالاس احنا اكيد كلنا عارفينها يعني، سلسله كبيره جدا. وطبعا دي حاجه يعني عجبتني قوي، ان انت تبقى قاعد هنا في ثقافه عربيه، او في مستثمرين عرب بييجوا بيشتروا الفندق من بابه ويغيروا اسمه. يعني حبتور جه اشترى الفندق من بابه وغير اسمه حرفيا يعني، وجاب لك يا باشا العربيه نمر دبي حبتور بالاس. اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه خلاص يخبط راسه في الحيط. جامده جدا يعني. بنتلي دبي في قلب بودابست. طبعا انت لو نازل فندق حبتور بالاس تبقى محظوظ جدا، لان الفندق دوت من افضل الفنادق اللي موجوده هنا في بودابست، خصوصا بعد ما حبتور خدها، او سلسله حبتور بالاس خدتها، لانك انت اصلا تعتبر في قلب السوق. يعني انت اوريدي ده الفندق اصلا، يعني هو ده المبنى بتاع الفندق، باب الفندق من هنا، ده المبنى بتاع الفندق.
وانت اوريدي في السيتي سنتر، يعني انت مفيش اي حاجه، يعني انت بالظبط 20 خطوه تبقى في وسط الكافيهات والمطاعم والاسواق. الاجواء هنا في بودابست عالميه، بيجوا سياح من كل مكان، في حاجات كتير جدا تتعمل. لسه طبعا احنا هنشوف حاجات كتير قوي هنعملها مع بعض، وهنكتشف كل الزخانيق اللي موجوده. بس انا بديك الحاجات اللي موجوده او الفيموس او الاكتر الحاجات كمعالم يعني. الله، ايه الكلب الجميل ده؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، كلب واثق من نفسه جدا. وانا ماشي يا جماعه هنا في الشارع بجد لقيت كلب عسل جدا، وقفت الراجل بصراحه عسل قوي، ووافق جدا يعني ان انا اصور الكلب معمول بشكل وديزاين غريب جدا بجد. هنا الناس غريبه قوي، انا مش عارف يا حاج انت ايه اللي انت عامله في الكلب ده، بس تمام. يو سبيك انجلش؟ ليتل. اوكي، واتس ذيس براند؟ شو فازر دوغ شو. اوكي، ثانك يو برو، ثانك يو. واتس يور نيم ذيس دوغ؟ The name Suike? Suike. But this good show. Same circle. حبيبي حبيبي ثانك يو. خلي بالك يا جدعان الناس هنا بتهتم بالكلاب جدا. الله، بص الكلب الجميل ده، ما شاء الله يا جدعان. احنا دخلنا ايه؟ الكلاب هنا عسل جدا. يا بص ايدي يا جدعان قد ايه جنبه، بص اصلا النضاره قد ايه عسل. المجر هنا يا جدعان بيهتموا بالكلاب بطريقه غريبه جدا، لدرجه ان الراجل حاطط له حلق ومضفر له شعره وعامل شغل عالي جدا. سبحان الله بجد. لا بس هو السيتي سنتر بتاع بودابست بجد حلو جدا، وزي ما قلت لك هو اصلا ده في ظهر حبتور بلس يعني. الكافيهات هنا ما بتخلصش، الجو طبعا تحفه قوي والله. يعني هو درجه الحراره 28 بس ما تحسش ان درجه الحراره 28، يعني لان 28 ده المفروض ان هو بدأ يلمس على الحر يعني. بصوا يا جدعان الناس هنا بتخش المحلات بالكلاب عادي جدا. بص كلب يا جدعان شبه البورس، ياه. سبحان الله على الكلب، شكله عجيب. سبحان الله، ده نوعه ايه يا عم؟ ده هجين جدا. واتس ذيس نيم براند؟ ايطاليان جرين. Italian Greyhound. ايطاليان جرين هاوند. Italian greenhound. Greenhound. Thank you. Thank you. From where? What? From where? From Hungarian or Italy? No, we are from Slovakia. Slovakia. Welcome to Hungarian. Thank you. يا جدعان الناس هنا رايقة بصراحة. الناس هنا رايقة وعندها استعداد انها تعمل اي حاجة، تربي كلاب، تربي قطط، تربي خنازير، اي حاجة. بس يا جدعان هو ده السنتر، وما تنساش دعمك ليا وتعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل والفيديوهات توصل لاكبر عدد مشاهدين. وانا جيت هنا عند عمر ونسايب عمر، ما شاء الله بجد حاجه تحفه جدا. لازم تغسل ايديك طبعا. طبعا ده يا جماعه قرايب عمر سهروا، يعني زي ما بيقولوا كده نسايبه، وده حماه، وعاملين عزومه اوزبكستاني. سهلا، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ الحمد لله. الله على الفاكهه الجميله يا جماعه. هنا العادات والتقاليد الاوزبكستانيه حاجه ما شاء الله. النهارده هنتغدى اكل اوزبكستاني وحاجه تحفه جدا. هو ايه ده يا عمر؟ ايه ده؟ تعال بسم الله. I am ready. بسم الله، الله اكبر. ايه يا عم الجمال ده؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا يا لا ده انا لازم اروح اوزبكستان، خلي بالك. هذا يا معلم اوزبك بلوف، هذا الاكل المشهور اللي عند الاوزبكستانيين. ما شاء الله بجد. ده توم ده، خلي بالك، صح كده؟ خلي بالك حماك متوصي بيك جدا يا عمر صراحه يعني. ما شاء الله. هنروح اوزبكستان امتى يا عمر؟ ان شاء الله ان شاء الله قريبا ان شاء الله. ما مدني انا اكثر من مره. واو. ان شاء الله ان شاء الله. بس حلوه طريقه الطبخ دي، يعني هم بيطبخوا بالطريقه دي فقط يعني لا ولا؟ لا هو ممكن تعملها بالطنجره كمان يعني، بس هو هلا حابب يعملها هيك. شكلها يطلع تحفه، ده زبيب وجزر ولحمه وما شاء الله رز تحفه. نعم.
ما شاء الله بجد يا جماعه. النهارده هناكل اكل اوزبكستاني وان شاء الله ننبسط جدا، واقول لكم المذاق الاوزبكستاني عامل ازاي. احلى حاجه ان انت لما تكون في هنغاريا تكون عارف حد زي عمر، بامانه بخليك تنتشر. حبيبي يا عمر. القعده هنا اوزبكي لازم تقلع الجزمه وبعدين تخش كده تقعد. هي عامله زي الديوانيه، انك انت تقعد كده يا باشا وتربع وتقعد كده تروق. انا عارف يا عمر شكلها ضيقه عليك. صح كده؟ ضيقه، محتاجه توسع شويه. هي عامله زي الطبليه من تحت. جامده جدا. Okay, guys. So I don't know how it's working. So first of all, welcome. We are in Budapest, in Hungary, but this area, Uzbekistan. Outside this border, this Hungary, but we are here in Uzbekistan. So first of all, again from Egypt, from Hungary, from Indonesia, from Sweden, from Slovenia, he will come, and he's also from Hungary. So it's international table, United Nations here. So let's introduce Mr. Ali, our guest. He came from Indonesia. He is teacher of biology. Biology, yes, he is working there for 10 years, and originally is from Turkey. Husraf, Mr. Husraf, he's from Sweden, but originally, of course, he's also from Turkey. After Turkey situation, everybody's go away. So he lives in Sweden. Mr. Muhammad, he's originally also from Turkey, but he lives in Slovenia. He's businessman. Yeah, we are working together, international. This is international United Nations. So Omar, he is husband of my daughter. So he's my son. Yes, son-in-law, but no, in-law. Okay, My son. Okay. No law. Azam, he's also from Uzbekistan, but he lives here in Hungary. He's working in foundation. Ahmed, he's my son. He's businessman. Yeah, he has very big service, etc., etc. Okay, I am Hussein. That's all. That's more. Thank you. This is soup. Ayaklarını uzatacaksın ki abi. Uzatacaksın abi. Yok abi. Yok tabii. ودي المفروض انها اول حاجه نزلت يعني. دي شوربه عدس شكلها كده يا معلم. انا حاسس انها شوربه عدس. شرب عدس 100%. انت راح تتكلم عربي في المكان ها؟ انا بحكي عربي مجري اوزبيكي شوي. صباح الفل. صباح الفل يا اسطى. Okey. Hadi bismillah. بسم الله. Ha? Ya bize bir tane büyük leğen getirsen yeter. Şimdi ekmek var mı ekmek? وهميه وينك يا زلمه؟ وهميه. تاخرت كتير يا زلمه. يلا على السريع. جميله جدا. Bismillah. Ha, this is cheese. Normally inside you can put a little bit. احنا بنحط تشيز على الشوربه صح كده؟ شوربه. شوربه. You speak Uzbek language? لا شوربه ده مصري. خلي بالك. طب ملوخيه، عارف ملوخيه يعني ايه؟ ملوخيه. ملوخيه. هذا بروكلي. نعم. Bana benziyor birazcık. Ha. It's kind of like سوب سيم سوب بس سوب جرين كده يعني. This is broccoli. بروكلي. my brother is on his way. He's a little bit Normal. He's also طعمها relative. You know. تحفة. Hashimov relative, no Yes. problem. he got the infection, you know. عين الجمل هنا مع الشوربه تحفه. واي حد يا جدعان يجي هنا عند عمر قول له تعالى اكلني اكل اوزبكستاني، هياكله احلى اكل اوزبكستاني. Bu Omar'ın eniştesi. But I don't look Hungarian at all. My brother is a little, you know. مزر هنغاريان فازر سوريان. Suriye ya. ويلكم يا عمر، ويلكم، منور الدنيا. Also, Suriyeli. also Muhammad has Turkish blood. Really? Yes, my grandfather is Turkish. Oo. Türkçe konuşar mısın? Turkish من سان لورفا. From سان لورفا. Şanlıurfa. سان لورفا yes. But this grandfather يعني. Grandfather. مم. And تتكلم اللغة التركية؟ لا طبعا no.
why, inshallah, when I will some grandchildren. ان شاء الله. I said every month, every summer, you have to go send to Uzbekistan because they have to know. Because Sila Rahim, you know. ما شاء الله ما شاء الله. Kabak çekirdeği yani. ده لب مقشر. Kabak çekirdeği. Akşam baktık çıkaracak işimiz yok. Hanımla oturup açıp içerisinde. Ben de dinliyorum. طعمه حلو جدا على فكره. Erzurum'dan bir tane şef oluyor. İstanbul'a I'm geliyor. not sure. Tamam. احلى حاجه في اللب انك انت تاكله متقشر. Yani واحلى حاجه ان انت تكون معزوم على غدا وانت ميت من الجوع. تحفه. عمال الف من الصبح وحطور بلس والسيتي سنتر جت سفره يا باشا عوضت كل الهري اللي عملناه النهارده. How old are you? Guess. Can you guess? Yeah, 25. 29. 24? 21. 21. I said 25, but Wow. 21. 27. Really? I said 25. What's your age? I'm 25. I look 30, but it's okay. Kişisi birisi ama ايه يا عم الجمال bir ده؟ artist var 2 tane. O da Ali. شوربه شوربه. Filmde ايه يا عم؟ biliyor musun? إيه الجمال ده؟ Çok eski bir film ama. اقسم بالله وهميه. انت بص مسحت الطبق مفيش. عايز تاخد بتاعي خد عادي يعني. انا عارف ان انت النهارده هتدشمل الدنيا. طعمها تحفه بجد جميله جدا. لا والقعده عموما حلوه قوي. İsmi Ali mi? الحديقه اللي هنا جميله جدا. تحفه تحفه. Tabii. قعده جميله قوي بصراحه. And your bachelor was the same? الجو تحفه جدا. هو المفروض ان ده بيتهم بتطلع من هنا كده فوق بقى الابارتمنت يعني. To pay me like 1,500 euros, and I had to be available for 24 hours if they call me, and also I had to translate a lot of things for the, you know, they come the president or I don't know who, and then I have to translate, and it was very hard. So I think this is not enough. So yeah. Are you planning to go to master or? Yes, I'm planning to be a diplomat, inshallah. Yeah, inshallah. ان شاء الله شاء باذن الله. الله يا عمر. آمين. ان شاء الله امين. نفسك انت تشتغل في السفاره. Inshallah, inshallah. Exchange or are you planning? No, I'm planning to close the exchange shop actually, because it's not working. It's not a good business right now because you know everyone is using the cards, and they are like the commission is very high because of the government says it should be, and yeah, most of the people they don't even have cash. Even if you have a company, open the company, you have an account, you receive everything on your account. You change with the bank, it's better for you than you cash out and change in an exchange. Before, like 10 years, you could exchange like 200,000, 500,000 euros, 1 million euros. But now, no, everyone, you know, also the hotels, the people who gets a lot of money, they can change it. Maybe 1,000 or 5,000 Swedish crown, and that's why the cash was like very few. Maybe like 5% of Sweden they use cash, and the rest is yeah. المفروض ان احنا كده شربنا الشوربه وظبطنا الدنيا وكلنا اللب المقشر وحكينا شويه وعمر قعد يتكلم في الصرافه انها بتخسر وعايز يقفل المحل بتاعه. وبعد كده يا باشا نبدا نظبط الدنيا ونشوف الاكل الجميل. بسم الله. واو ايه يا عم كل دي مغرفه. الموضوع يا جدعان محتاج انك انت تبقى لابس حاجه واسعه. Yes. واو. This is. Bismillah. Abi ben size Özbek pilavını. Ömer, tafadal. عمر تفضل. يلا خش بقى. يلا. Burada sıkıntı var. Müsaaden. Ali abi, misafirle başlaması gerekiyor. Bak bu et tam size gelmiş ya, neyse. Abi, hadi. انا طبعا مش فاهم اي حاجه. Kaşıklı انا الحاجه الوحيده اللي فاهمها ان انا هاكل اكله جامده Siz جدا. başlarsınız. دي الحاجه الوحيده اللي فاهمها. المهم ان انا فاهم ان انا هاكل. ادوق طيب يلا. ماشي بسم الله. Şunları سخنة قوي. koyabilir misin? Ağzını kapatın. بس جوسي قوي وطريه قوي. طعمها مختلف تماما. هم اوزبكستين هم اللي بياكلوا لحم حصنه. طب ده اوعى يكون لحم حصنه. واو
طعمها جميل قوي يا عمر. يا بختك، حماك مروق عليك على الاخر يا ريس. انت كل جمعه بتيجي هنا بقى وكده ولا ايه؟ ما بيعزموني. حظي طلع حلو يعني. O geçen camiye nereye gittin şey ama o küçük camiye mi gittin? Adı neydi abi gittiğimiz zaman? مين بقى معلم اللي طبخ الاكل؟ Oradan biraz ileride zaten. هو بنفسه؟ لا والله، حماك هو اللي طبخه بنفسه؟ Bir şey olursa adresini alabilir miyim ben? واو ما شاء الله بجد. طباخ طباخ. طباخ رايق. هو اصلا تحس ان هو اكل مطعم، فاهم الجو ده؟ حاسس ان انا في مطعم مش اكل بيت خالص. Ya burada mısın sen? ده الثوم صح كده؟ ده الثوم. جدون. خلينا نجرب طعم الثوم. انا مش عارف يعني. ما شاء الله، اصلا بص الثوم سايح جدا، عامل زي الكريمه. Varna'da oynuyoruz. Varna'ya yakın oturuyor. حاجه جامده قوي يا جدعان صراحه يعني. تحفه. انا مبسوط جدا 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 ان انا مع عمر وان انا باكل اكله حلوه كده بامانه. طعم الثوم مختلف تماما. بس طيب كتير. طيب جدا يعني. هو تحس ان هو ثوم بس مش حامي قوي، هو فاهم؟ يمكن مش عامل له طبخ بهيكل يعني. اه Var mı? Pencereleri. طريقته مثل ما شفته انه هو حطه مثل ما هي. مثل ما هي يعني، ولا الشرى ولا شيء حطه. اه هم دلوقتي بيتكلموا تركي ولا اوزبكستاني؟ تركي. تركي. Siz üniversite mi yani? Ben yok ben ziyarete geldim. وانت مراتك بتتكلم تركي İsveç'te yaşıyorum. واوزبكستاني. اوزبكستاني وهنغاري هنغاري وانجليزي. وانجليزي وشوي بتفهم 25 sene الروسي. önceden روسي. buraya gelince ما شاء الله عليك. misafir etmiş. انت ومراتك يا Böyle معلم. tanışıklığımız olunca. اه والله. 25 sene. Bak onun için طب ما تجوزني هو بيحكي كتير اوزبكستاني. لغات. هو بيحكي كتير لغات. abi لا buraya والله. gelmiş 25 sene önce. بس عربي قليل على Burası فكره. muhtemelen حسيت انه gezmişti. العربي ما بيتكلموش Ama قوي يعني. aklına kalan Özbek. بيلفظ كلمات كتير حلوه. Onlar بالعربي. Özbek. يعني وبيدعي مم. يعني بس يخلص الصلاة في دعاء وخلص كله بالعربي يعني. Uğraştığımız اه. oluyor كله Ya بالعربي şeylerle. takılıyoruz. طب الاكله دي اوزبكستاني صح كده؟ Senin de işte ismi. Ama evet اسمه bu بلوف. Kırgız yani اسمها ايه؟ benziyor yani %90. بلوف. Yani Özbeklerden almışlar. انا عايز اجي معاك اوزبكستان يا معلم بجد والله. How do you like? It's very Are you good. eating first time? First time. لسه I ask عمر what's name tell me it's Bov. بلوف. بلاف Bluff. بلاف اه but it's taste it's very good بصراحة يعني. But this is photocopy. Original in- فوتوكوبي. Yeah. Original in Uzbekistan, you know. I ask عمر This is fake. I ask عمر who make cooker tell me you make cook this. No. It's good taste بصراحة يعني. But you know in Uzbekistan مم. if you go to visit somebody you only eat plov. Super. It's very famous. اه Famous. Like shawarma. I don't know. لا شاورما ايوه ايوه In this floor, شاورما فيموس فعلا. inside, امم 3 type oils. 3 طيب Yeah. يس. This is, how do you say? Hot juice? Olive No, olive. Normal. and yeah and also takmal. Huh? Takmal. And Sunflower. Sunflower. flour. Harmonik. الخروف. شو اسمه ايوه الدهن دهن امم يعني. يعني سمنة عرفت؟ بص يا صاحبي، هو بعيد عن اي حاجه. يا بختك بحماك اصلا، اقسم بجلاله الله ما بحور. Restaurant is closed. هلا محمد نور. سكرنا خلاص انت ايه اللي جابك اصلا؟ مش انت كنت بتيجي تقول لي القعده ضيقه؟ اشردك. Elini yıkatın. Bu mu kardeşim? Hemen elini yıkatın. arkadaş. ده يا جماعه محمد نور اخو عمر. kardeş. عليكم السلام. اه لازم يغسل ايده الاول. koyun abi. Ya Nur, تفضل after eating after will inşallah. ده يا جماعه محمد نور اخو عمر. يعني كده عمر قاعد جنب اخوه Tunis محمد نور. هي ما حتسمع. ما تسعة فعلا. Şemi var, teşekkür. ازيك يا محمد باشا؟ السلام عليكم. عليكم الحمد لله. السلام. انت كيفك؟ انت عامل أهلا ايه؟ وسهلا الحمد لله على حبيبي. السلامه. ايه اللي جابك تاني؟ مش القعده دي ما كانتش عاجباك يا حبيب قلبي لا، ولا؟ قعدة حلوة ما شاء بجد الله. أيوة. اكيد ها؟ قعدة ما شاء الله. ماشي ماشي ماشي. بالفيديو ما فينا نحكي. بيتكسف من الكاميرا بيتقفش. طعمها تحفه. ايه يا عم الجمال ده؟ احسن حاجه لما انت تكون قاعد في قاعده انت مش فاهم اي حاجه، لما تكون بيضحكوا تضحك برضو.
انتوا كلكم زي يا جدعان؟ We're not eating. You should finish. You should finish, but it's not. It's penalty. I بنالتي will طبعا. find how which penalty. I thought it was very very good. بحب قوي جدا جدا الحته الطريه ديت اللي هي بتبقى ما بين اللحمه وبين العظم، تحفه. الراجل ده شكله متقن جدا في الاكله دي. Really, it was very. Can I get it? I'm joking. It was joke. تعبت من كتر الاكل، الاكل ما شاء الله حلو قوي. اللي عجبني جدا كمان في هنجاريا يا جماعه ان الناس هنا بتحب قوي القعده العائليه او الالفه، او ان انت بتبقى مفتقد الغربه مثلا، فبيجوا يقعدوا كده مع بعض ويعملوا اكلات حلوه، بيعزموا بعض. عجبني جدا الموضوع ده بصراحه. يعني مش اللي هو كل واحد قاعد بحاله بقى وقافل على نفسه، لا، الناس هنا من النوع اللي هي مثلا كل جمعه كل جمعتين بيقعدوا مع بعض، مثلا اكل اوزبكستاني فتلاقيهم عامل عزومه اوزبكستانيه، اكله مثلا سوريه عمر يقوم عامل اكله سوريه ويعزمهم عنده برضه في البيت. بجد يعني عجبني جدا ان هنا في هنجاريا متمسكين بان هم يقعدوا مع بعض دايما ياكلوا، خصوصا لو هم مثلا نسايب. وغير كده ما شاء الله يعني انا قاعد مع الناس هنا نسايب، بجد بحس ان عمر يعني بيحبه جدا يعني، وهو بيحب عمر جدا، وما شاء الله بجد. عموما هي تجربه حلوه جدا وانبسطت جدا، وما شاء الله الاكل مش عايز يخلص بجد، او انا مش عارف اشبع، او انا مش فاهم فيه. الاكل جميل جدا. الحاجه اللي لفتت نظري جدا ان انت طول ما انت قاعد بتاكل الاكل سخن مولع. بقيتش فاهم بقى هل هو سخن عشان مثلا الطبق دوت، ولا هو سخن ليه مش عارف، بس هو سخن عمال اكل مش عايز يبرد خالص يعني. انت حسيت كده برضه يا محمد نور؟ حسيت ان الاكل سخن جدا مش عايز يبرد؟ على فكره يعني انت جيت علينا برضه، شوف يعني لحد دلوقتي ما بردش سخن جدا. متاخر وسخن سخن يعني مش عايز يبرد. Samimi burası. اقسم بالله الاكل تحفه، مش عارف اوقف نفسي من الاكل حرفيا يعني، فقلت لا مش هينفع، مش هعرف اقوم كده، الموضوع صعب جدا. Will you have me later? I did my mom. My mom. You have to finish, please. خلاص يا باشا لازم خلاص. The bread wasn't not there. I just put. Oh my god. ما خلاص لازم يا باشا، ما ينفعش. بسم الله. I will show you. ايوه عشان تبلع. خلاص All the seeds. خلصت لحد اخر قطره. In last rice, if you eat, how many rice? That's Jannah inshallah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. نعمة جليل الله بركة خليل الله شفاعة يا رسول الله. اللهم زد ولا تنقص بحرمة سيد المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير وكتر الله من خيرك، وسفرة دايما. الشاي التركي بعد الأكلة الجميلة دي. الله، تسلم إيدك يا مستر أحمد. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو ثانك يو. ثانك يو يا عمر، ثانك يو يا عمر، ثانك يو يا عمر، ثانك يو يا عمر. الشاي التركي خلي بالك هنا حوار، هو ما شاء الله أصلا أتراك على سلوفينيين على أوزبكستانيين، موضوع جميل جدا. Ahmet doğum günüymüş ha. Biraz önce öğrendik ya. Biraz önce mi öğrendiniz? Ya söyledi, kendi söyledi. Azam işte tebrik etmesi bilmiyorum ben. You know, I can, but I didn't do it. يعني دي المفروض انها 435 اول مره يا جماعه اشوف عربيه 435 ديزل، يعني استغربت جدا بصراحه. فبقول له طب على كده انت يعني 435 دي المفروض تعمل صوت جبار يعني. قال لي لا خالص، ولا صوت ولا اي حاجه، ما بتعملش اي حاجه خالص لانها ديزل. استغربت جدا. 435 ديزل، حد شاف يا جدعان 435 ديزل قبل كده؟ انا شفت 435 ديزل قبل كده. يلا بينا. امم 435 بس ديزل. يعني يا جماعه اللي شاف قبل كده عربيه 435 ديزل
يقول لي بصراحه، انا بصراحه كل اللي اعرفه 435 بتبقى بنزين يعني. هو بصراحه صوتها عالي اصلا. ما هو خلي بالك يعني انا بتغدى مع احمد ومعاه 435 وديزل، فاكيد لازم اوثق اللحظه دي يعني، مش هينفع تعدي كده. 435 ديزل لازم اوريها لكم معايا يعني. انا مش عارف بقى 435 ديزل دي، بس هتلاقيها يا جدعان ما بتجريش خالص يعني. 435 جاز يعني، زي عندنا كده اللي هو طالعه تسخن على الطريق. يا جدعان المجر جميله، المجر جميله خصوصا لو انت تعرف ناس فيها بصراحه. البيوت هنا شكلها حلو جدا، والقعدات هنا شكلها حلو قوي. الناس طبعا زي ما انت شايف راكنه بالملي، كل واحد راكن وصافف سيارته بالظبط. عجبتني والله، موفره للبنزين جدا الديزل. It's very good بصراحة. والله it's very good. This very fast and make turbo. Now this diesel 435 it's normal يعني. Same any car يعني. My son, he is his car. It's very normal. It doesn't consume that much, so Oh. that's why diesel is better for me. Yes, because this not cheaper, not expensive. عموما يا جدعان احمد ما شاء الله عليه بجد يعني، بيقول لي ان هي اقتصاديه جدا، وهو مش محتاج السرعه ولا الصوت ولا الكلام ده في حاجه يعني. وحاليا ما شاء الله حان وقت صلاه المغرب. السلام عليكم. ما شاء الله انتوا عاملين مسجد في الشقه، ما شاء الله. ما شاء الله الاوزبكستانيين بيهتموا جدا بموضوع الصلاه، وبيهتموا جدا بموضوع ان هو يقيموا شعائر الاسلام عموما. سبحان الله. ده مصحف صح كده؟ ايوه ما شاء الله. وبالعربي صح؟ طبعا. طبعا هو ما فيش اصلا مصحف؟ لا في مصحف. في أوزبكي أكيد، بس هو بيعرف يقرا عربي. هو بيعرف يقرا. ودي طاقية مين بقى اللي هم حاطينها كده؟ هو طاقية الصلاة تبعه. هي طاقية الصلاة بتاعته، أيوة. يعني هو هيلبسها دلوقتي. ايوه حماك هيلبس الطاقية دي ان شاء الله وهيصلي بينا؟ ماشي يا معلم. Muhammad, this is for you. دي فور مي. Yes. اوكي هلبس الجلابية دي. اوكي. Tekke var orada gelmek isteyen varsa. Şeyh, maşallah, maşallah. ما شاء الله. في مسجد أوزبكستان ما شاء الله. ما شاء انا حاسس إنها مسجد in Big Uzbekistan. masjid. Here is our imam, Great mosque. مم. Sultan Hussein, Estağfurullah. the first, and my cousin Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah. حقا لا اله الا الله. سمعنا. ما شاء الله ما شاء الله بجد. الواحد صلى المغرب، وبعد صلاة المغرب الأوزبكستانيين بيقعدوا يدعوا. قعدنا ندعي كتير جدا بعد صلاة المغرب ونسبح ربنا فالموضوع فيه روحانيات عالية، خصوصا لما انت بتكون في دولة أوروبية. لا روحانيات عالية جدا. اليوم كان تحفة، انبسطت قوي. قعدة إسلامية أوزبكستانية. ما شاء الله بجد يعني. حاجة جميلة جدا وروح حلوة. حتى البيت بتاعهم على طول آيات قرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم في الأول هنا. لا بجد ما شاء الله يعني. الناس هنا طيبين جدا، وانبسطت قوي، وكان يوم حلو جدا بجد. I am very happy because I pray with you والله العظيم. ما شاء الله. and يعني when I feeling when in Europe here when I sit with you and eat with you and pray with you I feeling happy يعني. ما شاء الله بجد يعني. Because سبحان you know, الله. because we are brother. Yes sure. You my brother. Sure. You came to your house. I am come in Slovenia. إن شاء الله I come to you بإذن الله إن شاء الله. And nice to meet you and thank you so much and come إن شاء الله nearly. كان وقت لذيذ جدا وانبسطت جدا، ومن أحلى الأوقات اللي أنا قضيتها هنا في بودابست مع الأسرة العسل ديت، ومع حما عمر هنا والقعدة الجميلة دي. وأتمنى والله إنها تتكرر، وبعد كده أنا هسأل مخصوص أقول له إيه إحنا عايزين نروح لحماه. وكان يوم حلو، وأتمنى إن أنتوا تكونوا انبسطتوا وتستمتعتوا بالأجواء وعشتوا معايا اللحظة. ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك واعمل كومنت وشير الفيديو، خلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. أحلى مسا عليكم، مع السلامة.